السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا كما كتشوفوا معنا عندنا لاغام ديال فيديرما كلاريفيد بلس. بالنسبة لهذا فيديرما هادي، الناس اللي عندهم مشكل ديال ليطاش التصبغات الداكنة، البقع الداكنة والبنية، فهي يعني كيقيدوها بزاف لي ديرماتولوج. بالنسبة لهذا فيديرما كلاريفيد بلس، كما قلت لكم فالفوليوم ديالها فيه 50 ملي، متواجدة في جميع الصيدليات وشبه الصيدلية. بالنسبة لهاد كلاريفيد بلس، حيت لاغام ديال فيديرما عندهم بزاف ديال المنتوجات. كاين جيل كلاريفيد بلس، كاين لي كلاريفيد بلس، كاينين بزاف ديال المنتوجات، منهم الواقي الشمسي، منهم دي سيروم ديال فيديرما وبزاف. بالنسبة لهاد كلاريفيد بليس، الناس اللي عندهم مشكل ديال التصبغات الداكنة، فهي يعني الاستعمال ديالها ممكن يعني نستعملوها في البشرة، في اليدين، وكذلك حتى بالنسبة للكوعين والكود، فهي مزيانة بزاف. بالنسبة لهاد الفيديرما هادي، كنصحكم يعني تاخدوها. فهي عبارة عن كريم، فهي يعني دارت خصيصا للتصبغات وكذلك البقع الداكنة والبنية. الناس المعرضة كذلك للتصبغات ديال أشعة الشمس، حيت في هذه الأواني الأخيرة تتكون الشمس حارقة بزاف، والبشرة ديالنا دغيا يعني كتصاب بالتصبغات. وكذلك يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال البشرة ديالهم حيت ناشفة بزاف، حيت البشرة إلا كانت ناشفة بزاف فكتعرض بزاف للتصبغات، البقع الداكنة وكذلك البنية. بالنسبة لهذا فيديرما، فهي زوينة بزاف، كينصحو بها لي درماتولوج. ما غاديش تنشف ليك البشرة ديالك، بالعكس فهي واحد الكريم اللي هي فيها ليدغاتاسيون، دغيا يعني كتقلل البشرة ديالك، يعني ما كتلصقش. اون فوا مثلا كتستعملها النهار الاول، يعني غادي تحس بالفرق. وبالنسبه يعني هاد في ديرما كلاريفيد بلس، كما قلت لكم غادي تستعملوها اليدين ديالكم، البشره ديالكم اللي فيها لي طاش، الكلف، التصبغات الداكنه، ويعني جميع انواع التصبغات، فهي مزيانه للبشره اللي هي جافه وكذلك دهنيه وكذلك حساسه، يعني فهي لجميع انواع البشرات. فبالنسبه لهاد في ديرما كلاريفيد بلس، فيها كذلك في ديرما كلاريفيد دو جور، يعني ممكن تستعملها بالنهار، هذيك ديال النهار. اما بالنسبه لهذيك كما كتشوفوا في لا فيديو، فهي متخصصه فقط بالليل. يعني اون فوا مثلا كتغسل بواحد لو جيل نيتوايون على حسب البشره ديالك، من بعد كتنشف لابو ديالك، وديك الساعات كدير هاد كلاريفيد بليس، وكتبعد كل البعد على اي حاجه فيها الضوء واي حاجه فيها الحراره. يعني الاستعمال ديالها ليلي فقط، ويعني فهي مجربه، فهي اونتي طاش، متواجده في جميع الصيدليات والبارافارماسي. بالنسبه لهاد الفيديرما هادي، فيها مادة الجليسيرين اللي كترطب لينا البشرة ديالنا. كلكم كتعرفوا مادة الجليسيرين انها كترطب، هي دايرة بحال مثابة واحد يعني مور الطيب، ولكن في نفس الوقت يعني ما كتنشفش لينا البشرة ديالنا. هذا ما كان. فبالنسبة لهاد الفيديرما هادي غادي يستعملوها رجال ونساء. يعني لافونتاج اللي فيها يعني انها كتحيد داك الكلاف، داك النمش، دوك التصبغات. لي كود ديالنا تيكونوا كحلين يعني، وكذلك المرافقين تيكونوا كحلين. فيعني الا استعملنا هاد الفيديرما هادي، فيعني لافونتاج اللي فيها يعني كتحيد كاع دوك المسائل ديال الكلف والنمش. فهي كنستعملوها في البشرة ديالنا، يعني لو فيزاج، وفي اليدين ديالنا، وكذلك كوعين ومرفقين. فهي زوينه بزاف هاد كلاريفيد. بالنسبه لهاد الفيديو كاين بزاف ديال الانواع. المهم هذه جميع المعلومات اللي قلتها لكم في هذا الفيديو هذا هو يعني كما كتشوف فيزاج مان دي كواليتي كما كتشوفوا هنايا. فهي صنع يعني هذه هي الصنع ديالها كما كتشوفوا.
يعني المصدر ديالها ميد ان سويتزرلاند كما كتشوفوا. بعض الاحيان ما كيفهموش الناس شنو هي 12 موا. 12 موا هي عام، يعني ايفو مثلا كتحل القاروره ولا كتحل هاد المنتوج، يعني كتحسب داك العد التنازلي، يعني كتحسب من ديك الساعات. فبالنسبه لهاد الفيدرما هادي ما فيهاش الرائحه بتاتا، ما فيهاش البارابين، ما فيهاش دوك المواد اللي كيستعمل في مواد التجميل، يعني اللي كيضروا على حسب الصحه ما فيهمش بتاتا. فهي يعني اوتوريزي من وزاره الصحه باش يبيعوها لي بارافارماسي وكذلك الصيدليات. بالنسبه لهاد الفيدرما هادي يعني جميع المعلومات عطيتها لكم. هذا مكان، وضروري تكون عندنا واحد لي كونسولير ديالنا الا درنا مثلا هادي بالليل نستعملها. ضروري نواقي الشمس على حسب البشره ديالنا، واحد لو جينيطويون، وكذلك الترطيب راه مهم بزاف. ما نساوش واحد الحاجه، ان الترطيب سواء البشره جافه ولا دهنيه. الا كانت البشره ديالك حتى دهنيه يعني كيخصها ليدغطاسيون، يعني ليدغطاسيون، حيت فهو مهم بالنسبه للبشره ديالنا. حيت سيرتو دابا كتلقى البنت عندها 20 عام والبشره ديالها تتنشف. البشره اللي كتنشف شنو هو العواقب؟ العواقب انها كيخرجوا منها التجاعيد، كيخرجوا منها الهالات السوداء، وبزاف ديال هاد المشاكل ديال البشره. فيعني ضروري تاخذ واحد لي كونسولير، هذه هي القليله، تاخذ لي كونسولير ديالها. الا كاع كان تاخذ واحد الكريم اونتي تاش بحال فيديرما ولا كيما كانت، خص غير تكون واحد البرودوي ولا واحد لاكام اللي هي زوينه بزاف. والمرطب على حسب البشره ديالك، سواء البشره جافه ولا البشره دهنيه. هذا مكان باش يعني البشره ديالك ما تخليهاش تنشف، حيت اصعب حاجه يعني اللي كتخلي البشره ديالك تنشف يعني كتخصها بزاف ديال ليدغطاسيون، بزاف ديال المكملات، كذلك حتى المكملات الغذائيه ديال البشره، وبزاف وزيد وزيد. كما قلت لكم هذا هما المعلومات الكامله اللي قلت لكم. اللي عنده اي اقتراح ولا طرحوا لي في الكومونتير، انا غادي نجاوبه شخصيا. هذا مكان المهم هذا البرودوي هضرنا عليه. اللي عنده شي اضافه يطرحها لنا في الكومونتير. تيقولوا بالنسبه للناس الحوامل واش يستعملوا هاد الفيدرما هادي. كنصحهم ما يستعملوهاش، حيت داكشي كيأثر بزاف على لو بيبي ديالهم. يعني حتى من بعد يعني الحماله ديالهم اللي تيخرج لهم دوك لي طاش ممكن يستعملوها. من بعد يعني الحماله ممكن يستعملوها، وديك الساعات يعني يتبعوا التريتمون ديالهم. لو جيلو اضعف حاجه يعني تكون عندك الواقي الشمس اولا لي كونسولير ديالك. هادشي اللي كاين. اللي مازال مشترك في القناه يشترك فيها ويفعل زر الجرس باش ديما يوصلو الجديد. هذا مكان وتبارك الله عليكم.